السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طالعين طبعا من العيد كله كده، يعني قدرنا اسبوعين بنخبط، فزهقانين بقى وعايزين نغير كده في الاكل بتاعنا، نرجع بقى للاكلات الشعبية بتاعتنا. تعالوا هنا، احنا عملنا الكشري، والكشري ما يحلاش الا جنبه كده شوية رز بلبن. عملت هنا 2 كيلو ونص من اللبن، وعليهم تقريبا كده كوبايتين من المية، وحطيت معاهم كوباية كبيرة من الرز. وبعد كده حطيت عليهم 5 أو 6 معالق حسب ما التحلية اللي انت عاوزاها، ورشة ملح بسيطة. بس بعد ما اللبن يغلي هو والرز غلوة، بننزل برشة ملح كده بعد السكر، عشان خاطر الملح ممكن يغير السوا، يأخر السوا بتاع الرز. طبعا بدأنا أول حاجة تبدأي بيها بالكشري إن احنا نعمل البصلة. نعمل البصلة كده، نعملها بالشباسة بتاعة الشيبسي، عشان خاطر يعمل لنا شرايح كده خفيفة كده وحلوة مقرمشة من البصل. بعد ما خلصت الكمية كلها، أنا حطيت البصل وحطيت عليه 4 معالق كبار من النشا، وبنقلب كويس تقليبة حلوة عشان خاطر يطلع مقرمش معانا، وتمتص المية كلها اللي في البصل النشا، وبعد كده هتدينا بصل مقرمش جميل جدا. ما نحطش عليه ملح طبعا، لان الملح بينزل الميه بتاعته. حطيت هنا طبعا العدس بجبه، بعد ما نقعته ساعتين حطيته على النار يستوي، بغير الميه بتاعته وبعدين بحطه يستوي على النار. وبعد ما بيغلي غلوه كده بروح حطاله الملح بتاعه، حطاله معلقه كبيره من الملح. هنا طبعا حمص الشام برضو نقعته ساعتين مع العدس كل واحد لوحده، نقعته ساعتين، وبعد كده حطيته على النار عشان يستوي على نار هاديه كده. طبعا انا هنا حطيت كمية كبيرة من الزيت، عشان خاطر انا الزيت ده هستعمله في كل حاجة الكشري. يعني الزيت ده هستعمله في كل تفاصيل الكشري، مش هستعمل حاجة تاني خالص. طبعا هنا انا العدس بجبة خلاص قرب يستوي، فحطيت له شوية من الكمون. الكمون بيديله طعم حلو قوي، وحطيت له الملح بتاعه. وهنا الحمص الشام انا حطيت له ليمونة، وعصرته وسبته، ورميت القشر في معاه يعني يغلي معاه. وحطيت له شويه من الشطه، وحطيت له كمان قرن فلفل اخضر، وحطيت له فصين توم كبار كده مهروسين ناعم، وسبتهم كده، وحطيت له شويه ملح عشان خاطر يبدا يستوي. طبعا انا عندي هنا العدس بجبه بدا يستوي، ف يعني دخل في السوا خلاص، فهبدا اصفيه في المصفى زي ما وريتكم. هنا طبعا هنفرم الطماطم عشان نعمل الصلصه بتاعتنا عقبال ما البصل يتحمر. طبعا هنا انا بفرم مع الطماطم، بحط معاها بصله كبيره كده عشان خاطر تدي طعم حلو قوي للصلصه. وبعد كده بنحط الطماطم، ومعاها قرن فلفل حامي وكمان فلفل رومي. حبه فلفل رومي بس ما فيش مشاكل، المهم نحط فلفل عشان طعمه بيبقى حلو قوي، بيعمل طعم حلو للصلصه. طبعا هنا انا صفيت العدس بجبه، لازم تصفيه كويس جدا من الميه بتاعته. وبعد كده نزلت عليه بشويه من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، عشان اول حاجه هيديله لمعه حلوه قوي، تاني حاجه مش هيخليه يعجن، هيخليه مفلفل كده وجميل. طبعا انا حمرت البصل كله وطلعته، وخدت الزيت بقى بدات استعمله. حطيت منه في شويه على النار عشان خاطر في حله عشان اعمل الصلصه، وشويه عشان اعمل فيهم الرز، وشويه حطيتهم كده على جنب، يمكن عاوزهم في حاجه، بس عاوزها في ايه بقى، هحطها بقى على المكرونه بعد ما تستوي. هنا طبعا انا نزلت بالشعرية في الحلة عشان خاطر ابدأ احمر الشعرية اللي هنحط عليها الرز بتاع الكشري. وحطيت مية تغلي على النار، وحطيت فيها شوية من الزيت اللي حمرنا فيه البصل عشان خاطر هسلق المكرونة. وحطيت لها برضو شوية من الملح عشان يغلوا مع بعض كده، واول ما يغلوا هنزل فيهم بالمكرونة اسلقهم. طبعا زي ما انتم شايفين انا بحمر الشعرية. طبعا انا مش بحمر الشعرية جامد عشان خاطر ما تلونش معايا الرز وتخلي لونه زي ما هو فاتح وجميل. بحمر الشعرية، وبعد كده نزلت بقى بالثوم مفروم ناعم عشان هعمل الصلصة بتاعة الكشري. هنا انا حطيت الفلفل الاخضر مع حمص الشام، وحطيت له الثوم، وحطيت له الملح والكمون، وحطيت له شوية من صلصة الطماطم اللي انا هستعملها ل- للكشري، فانا حطيت منها شوية من الصلصة. هنا طبعا بعد ما الثوم اتحمر حطيت له شوية من الخل، وبعد كده خدوا غلوة، وبعد كده رحت نازلة بالصلصة اللي انا فرمتها في الخلاط. والرز طبعا بتفضلي تقلبي فيه لحد ما يبدأ كده يشخلل في الحلة، ويعمل كده صوت تعرفي كده ان هو نزل كل المية اللي فيه. وبعد كده تروحي بقى حاطه عليه المية المغلية من الكتل عشان خاطر يبقى مفلفل معاكي. وسقيته بقى من المية، وحطيت له الملح بتاعه،
وهنغطيه ونسيبه يستوي مع نفسه. اول ما يبدأ يتشرب هروح بغطياه واسيبه على نار هادية طبعا شمعة. هنا الصلصة بتاعتنا انا حطيت لها سكر وملح عشان خاطر الحموضة بتاعتها. هنا انا وطيت النار على الرز عشان يستوي كويس. هنا حمص الشام زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم ان الحمص الشام بالحاجات اللي انا بحطها دي، وبحط له توم برضو مفروم ناعم زي ما بوريكم كده. التوم بيديله طعم حلو قوي، وبعصر عليه ليمون عشان خاطر يديله طعم ومزازه حلوه كده. وبسيب القشر جوه. وبعد كده هحط له بقى بصله كده، هسيبها نصين وهسيبها سليمه جواه. هنا انا بحط السكر للصلصه عشان خاطر الحموضه زي ما قلت لكم، الحموضه بتاعه الطماطم، وعشان لما تاكليه ما تلعبكيش المعده، يعني ما يتعبش المعده. هنا طبعا الميه غلت بتاعه الايه، المكرونه. فهنبدا بقى ننزل بالمكرونه بعد ما حطينا شويه ملح وشويه زيت. الزيت اللي هو بتاع البصل ده حطيناه عشان يديها لمعه حلوه كده ويبقى مفلفل وطعمه جميل. نزلت طبعا حطينا طبعا اللي هو الزيت اللي احنا استعملناه للبصل، او اللي حمرنا يعني فيه البصل. الزيت ده لما بنحطه على المكرونه بيخليها مفلفله كده ويديها لمعه حلوه. وخدت برضو شويه منه عشان بعد ما تتسلق انزل اللي هو يعني احط عليه الزيت ده على المكرونه عشان خاطر تدي طعم حلو قوي ولمعه للمكرونه. زي ما انتوا شايفين كده طبعا المية بعد ما غلت نزلنا باقي المكرونة. وبعد كده بقى بنحط كل انواع المكرونة اللي تحبيها. انا حاطه هنا مكرونة اللي هي الهلالية دي، ومكرونة سباجيتي، ومكرونة الفرن دي اللي هي بنعملها في البشاميل. وكمان حطيت مكرونة اللي هي الخواتم، ومكرونة رفيعة. كل انواع المكرونة اللي عندي حطيتها عشان خاطر الاولاد بيحبوا التنويع بتاع المكرونة دي، بتدي طعم حلو وشكل حلو للايه، طبق المكرونة يعني. طبعا احنا خلاص خلصنا كده، حطينا الجزء اللي هناك بقى هنبدأ نحط الحاجات اللي بنعملها جنب الكشري. حطيت هنا طبق فيه توابل بابريكا وكمون وكزبرة وشوية من التوابل السبع بهارات، وشوية من الفلفل الاسود والكمون عشان خاطر نحطهم على الصلصة. وهنا بقى انا حطيت هنا في الهنا حطيت فيه توم، وحطيت فيه شوية كزبرة ناشفة وشوية ملح وشوية من الكمون هفرمهم ناعم عشان خاطر نحط عليهم خل ومية ونعم، تبقى الدقة بتاعتنا بتاعة التوم جاهزة للكشري عشان خاطر نحطها بقى على الكشري وطعمها بيبقى حلو جدا. هنا بحط شوية من الخل، تقريبا نص كوباية كده من الخل، وبنحط عليها مية نص كوباية برضو من المية، ونقلبهم كويس ونسيبهم على جنب. حطيت هنا 4 معالق كبار من الشطة الحمراء، الشطة يعني مش بابريكا. وهنا حطيت التوابل على الصلصة بتاعتنا عشان خاطر تديها طعم حلو كده. وانا لو خدتوا بالكم انا حطيت التوابل في الاخر عشان تفضل محتفظة بريحتها وطعمها. هنا طبعا انا بقلب الشطة كويس جدا عشان دي هتبقى الدقة بقى بتاعت الايه، بتاعت الكشري. وهنا حطيت 4 ورقات من اللورة عشان خاطر بيدي طعم وريحة حلوة قوي لصلصة الكشري. كده طبعا احنا خلصنا كل حاجة. حطيت الزيت بقى اللي احنا حمرنا في البصل ده، حطيته على المكرونة عشان خاطر يدي المكرونة لمعة كده وطعم حلو وريحة كمان وحاجة كده فظيعة. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة بقى جاهزة معانا، الرز جاهز وكل حاجة بقى بقت تمام التمام. يا ريت لما نعمل الحاجة نعملها كلها مع بعضها عشان خاطر تبقى لما نيجي نغرف نلاقي الحاجة كلها سخنة، يعني نشتغل كده بالتوازي. اهم حاجة نبدأ بيها اللي هو البصل اللي بنحمره عشان خاطر البصل بنبدأ من الزيت بتاعه بنستخدمه في كل مكونات الكشري. طبعا بنغرف المكرونة الأول، وبعد كده بنحط عليها شوية الرز، وبعد كده العدس بجبة، وبعد كده بنحط عليهم زي ما انتوا شايفين العدس بجبة مع انه قعد شوية اهو، بس عشان انا صفيته من المية بتاعته وحطيت له كمان شوية من الزيت فمفلفل معجنش معايا. البصل طبعا اتحمر معانا وزي الفل اهو. بدأنا نحط بقى البصل في الاخر كده، وانا ما حطيتش عليه الصلصة على الكشري عشان اللي يغرف ياخد الطبق ويروح حاطط الصلصة بقى زي ما هو عاوز، سواء عايز يزود صلصة بقى يقلل صلصة، يحط بقى من الدقة براحته ومن الشطة براحته، يعني عشان خاطر يبقى كل واحد حر يعني يحط الكمية اللي هو عاوزها.
زي ما انتم شايفين غرفنا بقى الطبق بتاعنا. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان الكشري لما تعملي في البيت وبطريقتي دي الصراحه بيبقى حاجه تانية خالص، يعني بيبقى طعم وريحه وتوفير. يعني طبق الكشري قد كده ما تلاقيش فيه الا معلقتين مكرونه، ويعني اذا لقيتي معلقه معلقه عدس بجبه هنقول ده فيه عدس بجبه. يعني الحاجات، في حاجات كتيره مش بيحطوها في المطاعم، فتلاقي الحاجه في البيت كده ليها طعم وليها ريحه كده حاجه تانية الصراحه. وبيرمي كميه جميله. اعملوا كده وفرحوا اولادكم واعملوا لهم اكل البيت في البيت احسن بكتير واوفر. طبعا احنا شايفين الاسعار عامله ازاي. اقل علبه دلوقتي في المحل الكشري بتبقى ب20 جنيه. يعني طبعا انت في غنى عن ان انت تجيبي الحاجه دي ومش هتشبع. ابنك هيقوم من ان يبقى ماسك العلبه من هنا ياكلها ولا كانه كل حاجه. وطبعا خلصنا الكشري الجميل بتاعنا، وبعد كده عملنا الرز بلبن الجميل ده، حطينا عليه شوية من الفانيليا. جميل. شايفين كريم ازاي معجنش معانا. طبعا احنا بنحط معاه وهو بيستوي شوية من المية، عشان خاطر المية بتخليه يستوي كويس مع اللبن، بتساعد مع اللبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. والسلام عليكم.